حضراتكم. والياسو هو صاحب هدف النادي المصري في هذا اللقاء، هو الذي يتصدى لركلة الجزاء لتنفيذها. الياسو المالي في مواجهة مع الهاني سليمان، خد الإذن. الياسو داخل، الياسو حلوة حلوة حلوة. الهدف الثاني راح الهاني سليمان في الشمال وحطها له على يمينه، والهدف الثاني للنادي المصري البورسعيدي. الهدف الثاني للنادي المصري البورسعيدي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني. يعود للتقدم من جديد النادي المصري 2-1 النتيجة، ولاعبي المصري كلهم سجود على التراك شكرا وحمدا لله على هدف التقدم. ادي الياسو وادي ركلة الجزاء عملها حلوة، موه كده على الهاني سليمان اللي راح في الزاوية اليسرى وعملها له على يمينه، وسجل الهدف الثاني للنادي المصري والهدف الثاني له